ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين الأوجه الجائزة بين سورتي الأنفال والتوبة، وهذه الأوجه الثلاثة أشرنا إليها في اللوحة الماضية. أما الوجه الأول فهو كما ترون الوقف على آخر الأنفال ثم البدء بأول التوبة، معناها وقف وتنفس هكذا: إن الله بكل شيء عليم، ثم يقف القارئ ويتنفس ثم يقول براءة من الله ورسوله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو ما فعلناه منذ قليل، أن يسكت القارئ على آخر الأنفال بدون تنفس ثم يبدأ بأول التوبة كما فعلنا، وأعيدها للتعليم، ولكن هذه المرة سأقصر العارض للسكون. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. الوجه الثالث أيها الإخوة الوصل، وهو أن لا يقف القارئ على آخر سورة الأنفال، بل يصل آخر الأنفال بأول التوبة بنفس واحد، وهذا ليس ملزما، هي أوجه تخييرية ليفعل القارئ منها ما شاء. سأقرأ هذا الوجه: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه هي أيها الإخوة الأوجه الثلاثة الجائزة بين آخر الأنفال وأول التوبة، ليفعل القارئ منها ما شاء. طبعا أنا سأقول لكم أسهل شيء هو الوقف. الوقف أسهل شيء، أن يقف الإنسان إن الله بكل شيء عليم فيقف ويتنفس ثم يبدأ براءة من الله ورسوله. لكن إن أحب أن يسكت فهذا جائز صحيح، وإن أحب أن يصل فهذا جائز صحيح.